تعليق غير متوقع من مورينيو بعد مباراة ريال مدريد وبنفيكا. خرج جوزيه مورينيو إلى قاعة المؤتمرات في سانتياغو برنابيو بوجه جامد كعادته، لكنه لم يخفي أن الليلة كانت استثنائية بكل تفاصيلها. وبدأ مورينيو حديثه مباشرة من ملف فينيسيوس وما دار حوله، مؤكدا أن ما حدث في الذهاب ثم امتد صداه إلى أجواء الإياب لا يمكن التعامل معه كخبر عابر، لأن الأمر يمس كرامة لاعب ويضع المباراة كلها تحت ضغط إضافي. وقال إن فينيسيوس لاعب يصنع الفارق داخل الملعب، لكن الضجيج خارجه قد يحاول سحب تركيز أي فريق. حين تتحول كرة القدم إلى عناوين خارج الخطوط يصبح عمل المدرب أصعب. أنت لا تحضر فريقك تكتيكيا فقط، بل تحضره نفسيا أيضا. اللاعب إن نزل وهو مشغول بالغضب أو الرغبة في الرد يخسر جزءا من قوته. وأضاف أن التعامل الصحيح مع هذه الملفات يجب أن يكون عبر التحقيقات والجهات الرسمية لا عبر محاكمات المدرجات والميكروفونات، مشددا على أن الاحترام واجب مهما كان التنافس. بعدها انتقل مورينيو للحديث عن رهبة اللعب في هذا الملعب، وقال إن البرنابيو ليس مجرد مباراة بل اختبار كامل للتركيز والصلابة الذهنية. أي ثانية تفقد فيها التنظيم يدفعك ريال مدريد ثمنها فورا. وأوضح أن فريقه دخل المواجهة وهو يعرف حجم الضغط ليس فقط بسبب قيمة الخصم بل بسبب الأجواء المشحونة التي سبقت اللقاء. ثم تطرق إلى خطته مؤكدا أنه لم يأتي إلى مدريد ليلعب مباراة مفتوحة تمنح ريال مدريد مساحات يحبها. قال إن الفكرة الأساسية كانت التحكم في إيقاع المباراة قدر الإمكان وتقليل لحظات التحول السريع التي يتفوق فيها الريال داخل ملعبه. هناك فرق تستطيع أن تجاري ريال مدريد في الركض خلف الكرة، لكن ليس كثيرا من الفرق تستطيع أن تجاريه في الركض خلف المساحات. نحن حاولنا أن نختصر المساحات وأن نجعل المواجهة تلعب في مناطق لا تمنحهم السرعة التي تسقط الخصوم. وتوقف مورينيو عند نقطة مهمة تتعلق بالحالة الذهنية لريال مدريد، معتبرا أن الضغوط الأخيرة تجعل الفريق الكبير يعود في أوروبا بوجه مختلف. الفريق الكبير عندما يتلقى صفعة محليا غالبا يعود أوروبيا بعقلية أقسى، لأن هناك ثقافة داخل النادي لا تقبل أن تتكرر الضربات. وأضاف أن لاعبيه شعروا منذ البداية أنهم أمام خصم مركز يريد أن يثبت شيئا لجمهوره. وعن أداء فريقه رفض مورينيو اختزال كل شيء في فرصة ضائعة أو قرار تحكيمي، وأكد أن بنفيكا قدم لحظات جيدة، لكنه كان يريد نسبة أعلى من الشجاعة في بعض مراحل اللقاء. أحيانا تتراجع لأن الخصم أجبرك، وأحيانا تتراجع لأنك لا تكمل الهجمة كما يجب. كنت أريد أن نشغلهم بالكرة أكثر، لا أن نكتفي بالدفاع ثم نبحث عن كرة طويلة تعيدها لهم.